النهارده ان شاء الله هنعمل احلى اكلة سمك. بسم الله ما شاء الله. سمك مكرونة وسمك فيليه مع سمك ده ايه ده، سمك بولتي مع رز صيادية وشوية سلطة. خليكي معايا عشان اوريكي الطريقة واوريكي احلى تتبيلة تخلي السمك معاكي مقرمش وجميل. خليكي معايا. صباحكم فل حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده صحيت بدري. رحت دفعت مصاريف بتاعت اولى ثانوي عشان هقدم لابني اللي هو كان في تالتة اعدادي ثانوية عامة باذن الله، مع ان احنا مقروصين منها جامد، بس هو عايز يخش ثانوية عامة. يلا ربنا معاهم ويوفقهم بقى، يمكن تيجي معاه بالحظ. اصل الثانوية عامة مش بالمذاكرة، والله اكتشفنا ان هي بالحظ، بس الواحد هيعمل اللي عليه والباقي على الله ان شاء الله. فدفعت النهارده المصاريف وصورت الورق والحاجات المطلوبة مني، وان شاء الله باذن الله بكره من بدري هروح اقدم له، احط انا قدمت الكتروني، هودي الملف في المدرسة. وانا راجعة اشتريت كان ناقصني شوية حاجات جبتها، يعني صابون غسيل وصابون حمام، وجبت ازازة زيت، وجبت سمك. جبت هنا نص كيلو سمك مكرونة ونص كيلو سمك فيليه وثلاث سمكات بولتي، بس انا قطعتهم اهو. غسلتهم ونضفتهم ونقعتهم كويسين وبقوا زي الفل اهو. وهعمل هنا الخلطة هنا توم وفلفل حامي وفلفل اخضر، وبعد ما اضربهم احط التوابل بتاعتهم. خليكم معايا. دي كده يا حبايبي اهي بصلة الرز قربت تحمر، استناها تحمر خالص وبعد كده احط طماطمايه واحط عليها الرز. انا عملته قبل كده فمش هكمل تصويره يعني، بس انا عايزاكي تشتركي في القناة وتعملي لي كومنت حلو وتعملي لي لايك، لان انا بعمل الفيديوهات والله بحس ان بعملها لنفسي، مفيش حد لا بيشترك في القناة ولا بيعمل لي لايك يلا الحمد لله على كل حال. ربنا يرزقنا جميعا يا رب، ربنا يرزقنا جميعا يا رب يا رب. هستنى بقى البصلة تحمر قوي وبعد كده احط الرز.
كان عندي كده كام منجايه في التلاجة، كانوا خلاص استووا قربوا، قلت لحسن يبوظوا، قطعتهم، هقطعهم كده احطهم في الفريزر، نبقى نعملهم عصير في اي وقت. مانجا الايام دي كتيره، واللي عاوز يخزن منها يخزن، يشيلها رمضان يعمل عصير مانجا طبيعي. اكتر حاجه بحب اخزنها المانجا. اقطعهم كده احطهم في كيس واشيلهم في الفريزر، وقت ما نحب نعمل عصير نعمله. دي بصوا شكلها خلاص باظت، مش حلو اهو. هما دول اللي طلعوا، هشيلهم في كيس واشيلهم في الفريزر. بصوا الزبالة اهي، 4 اكياس زبالة، وكيس هنا اهو، اكياس زبالة. كل ده الزبال بقاله يجي اسبوعين ما جاش، جه اخد الفلوس ومشي وما جاش تاني. هنزل دلوقتي البس واروح ارمي الزبالة في اي صندوق زبالة في الشارع. حسبي الله ونعم الوكيل، هقول ايه بس.